جاك وهو نايم مسك سكينة صغيرة اتحركت على الأرض لوحدها. أول ما لمسته صحى مفزوع، شاف السكينة وحاول يحذر حبيبته اللي نايمة جنبه بس صوته ما طلعش. اتفتح حفرة في الأرض وجاك بدأ ينزل منها ببطء وكأن في حاجة بتسحبه لتحت. طلعت الأم من الحفرة، مسكت جاك ورفعته لحد ما سندته على شجرة كبيرة. الأم فتحت بق جاك بأظافرها وبعدها حطت إيده على بطنها هي. جاك كان تايه ومش فاهم حاجة لحد ما شافها بتشق بطنها بأظافرها. مرعوب جاك شافها بتوسع بقه أكتر وبتطلع من بطنها بيضة وبتحطها في بقه. جاك بلع البيضة وبطنه على طول انتفخت، بقى حامل. فجأة وش الأم اتغير وبقى شرس، ظهر العدو ورا جاك. علشان تحمي طفلها الأم هجمت على العدو بس هما الاتنين طاروا بعيد. العدو رجع يهجم عليهم لكن في آخر لحظة حبيبة جاك هجمت عليه واستعملت تميمة لطرد الأرواح علشان تشل حركته، بس العدو ما وقفش غير لحظة، بعدها ضربها بديله. البنت استخدمت الصوت بتاعها علشان تفلت وراوغت الهجوم بمهارة، لفت الصوت على رجلين العدو ووقعته على الأرض وسيطرت عليه. بعد كده الأم قطعت الحبال اللي كانت ماسكة إيدين جاك ولمست بطنه برقة، كانت مصابة إصابة جامدة. وبعد ما سلمت ابنها لجاك خرجت آخر نفس فيها. بطن جاك كانت بتكبر يوم بعد يوم وشهيته بقت فظيعة. في مرة واحدة أكل 20 قطعة عجين لحد ما جه وقت الولادة. حبيبته سحبت بنطلونها ومسكت مقص ومش عارفة تبدأ منين. جاك وهو بيحاول بكل قوته حذرها إنها ما تغلطش. فجأة خرجت من بقها كورة، حبيبته مسكتها واتضح إنها طفل كامل بإيدين ورجلين، ومن بعدها عاشت 3 في سعادة للأبد.